حول الإرهاب المرتكب بحق الكرد في جنديرس في ليلة عيد النوروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، وفي الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه تبريكات من قبل شعوب العالم الحر ورؤسائه والمئات من أصدقاء الشعب الكردي، قوى وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية تستمر فصائل المرتزقة بارتكاب جرائمها في عفرين المحتلة وفي ناحية جنديرس الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية، حيث أردوا 4 من سكان عفرين الكرد الأصلاء في جنديرس بينما يقومون بإيقاد نيران النوروز العيد القومي للكرد. إننا في المجلس العام للحزب الاتحاد الديمقراطي بيدا في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير، فإننا نحمل النظام التركي وفصائل الإرهاب والارتزاق وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته مسؤولية الدم المسال في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنهاء احتلالها لعفرين وسريكانية راس العين وقريش سبيت الأبيض ومن جميع المناطق السورية التي قامت باحتلالها، وفتح تحقيق دولي عن جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ البداية الأولى للأزمة وحتى الآن. نعاهد شعبنا وعموم مكونات شعب سوريا الأبي في يوم النوروز المبارك بأن تستمر نضالاتنا المشروعة حتى تحرير كل شبر من المناطق المحتلة. المجد لشهداء عفرين وكل شهداء الحرية، الخزي والعار لنظام الاحتلال التركي وفصائله المرتزقة.